شوف يا ابني، الاكتئاب علاجه في كتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاللي عنده اكتئاب يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الاستغفار ومن حضور مجالس الذكر حتى تزول عنه الوحشة. فأصل الوحشة من البعد عن ذكر الله جل وعلا. يستوحش الإنسان بسبب البعد عن الله وبسبب كثرة الذنوب وكثرة المعاصي. وأما الاكتئاب العارض، وهذا لا يسمى في الحقيقة اكتئابا، إنما هو حزن، فهذا الحزن لا يخلو منه أحد، فهذا يبحث عن سببه فيزيل السبب. قد يكون عنده مرض، قد يكون عنده ديون، قد يكون عنده مفارقة حبيب بموت أو غيره، فيحل هذه الإشكالية يذهب عنه الحزن. والحزن طبيعي، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء لغيره. وقد يكون الحزن أحيانا بسبب الدين، يعني يرى ضعف الدين وقلة التدين وكثرة الذنوب والمعاصي فيتألم، وهذا موجود، لا نقل مشروع، لكنه من طبيعة القلب الحي أن يألم برؤية الذنوب والمعاصي، لكنه لا يؤمر بذلك، لكنه يضطر له اضطرارا. فهنا ينبغي له أن يجاهد نفسه في استعمال الطاعات والعبادات والدعوة إلى الله حتى يجد يعني خيرا ويجالس الصالحين. ولذلك ندعو الإخوة أنهم لا يكثرون من الاستماع إلى أخبار الذنوب وأخبار المعاصي وأخبار المنكرات، هذه تمرض الإنسان، تمرض القلب، وخاصة وبخاصة إذا كان مالك فيها حيلة لا تستطيع تنكرها ولا تستطيع تغيرها. حاولك لا تكثر من الاستماع إلى أخبارها، استمع إلى المبشرات، استمع إلى ماذا حصل في حلقات القرآن، ماذا حصل في المحاضرات، وماذا حصل في الدروس، ومن حفظ القرآن ومن دعا إلى الله ومن تاب إلى الله ومن اهتدى. واليوم ما شاء الله افتتحت حلقة في المسجد الفلاني وختم 100 طالب القرآن وحفظ 100 طالب الحديث وإلى آخره. هذه المبشرات تسعدك وتزيل عنك هذا الهم والغم الذي سببه أنك لربما استمعت أو قرأت أشياء فيها ذنب أو فيها معصية أو فيها مصائب حلت بالمسلمين أو ما أشبه ذلك، والله أعلم.